احنا تحت الامر يا ست الكل، اتفضلي. والله عايزه اقول بس لحضرتك احنا بنتعرض في الاول محسوبين على النظام السابق، ودلوقتي مش عارفين محسوبين على انه نظام. لا احنا محسوبين على النظام السابق. احنا طول عمرنا حضرتك عارف مرتضى بيرفض الفساد، بيرفض الظلم، بيرفض قانون الطوارئ، بيرفض التزوير. حضرتك عارف ان مرتضى بينزل من سنه 90 وبيسقط من الحزب الوطني. فمش عارفه التهمه الموجهه لينا ان احنا ايه اللي احنا عملناه عشان مرتضى يتحبس. انا بتساءل، هل من المعقول ان مرتضى يتوجه له تهمه موقعة الجمل؟ موقعة الجمل يا فندم، حضرتك ازاي مرتضى يتهم في موقعة الجمل؟ لصالح مين؟ ولادنا كانوا في ميدان التحرير، ومش لازم يكون ابن اللي نازل من بطني. كل ولاد مصر هم اولادي، وولاد مرتضى وولاد كل الشرفاء، سواء كنا معاهم. كلنا فكرنا هو فكر بتوع الثوره، اولاد الثوره اللي انضم ليهم كل الشعب، لان كل الشعب حضرتك بيرفض الظلم، بيرفض الفساد، بيرفض التزوير، بيرفض قانون الطوارئ، بيرفض وجهه النظر الواحده. فحضرتك ازاي مرتضى منصور اللي تعرض في العهد السابق لحضرتك لسقوط اكثر من مره، وحضرتك لحبسه في قضيه ملفقه برضه، ما انا حزينه. طيب حزينه. طب انت مش بتثقي حضرتك في القضاء العادل؟ ده حاجه مفروغ منها حضرتك. طيب ما يمكن ان حضرتك مرتضى محسوب طول عمره على هذا السلك العظيم المحترم اللي احنا يعني كلنا عايزين العداله طول عمرها هي اللي تدي الحق للناس. لو موجوده عداله حضرتك في مجتمع، حتى لو حاكم، حتى هو كان بيقول لو في حاكم فاسد، حاكم ظالم، وفي قاضي عادل، يبقى الحياه هتبقى سليمه، لان هو اللي هيصلح حال كل حاجه. يبقى احنا بما اننا متفقين على اننا في انتظار، او مصر كلها بتنتظر احكام القضاء العادل، فمحتاجين، ما قداميش يعني ما املكش غير ان انا اوصل صوت حضرتك واطالب حضرتك زي ما بطالب مصر، لو ليا ان انا بطالب بشيء من الصبر والقضاء العادل بمشيئة الله. انا مش عايزه حضرتك استاذ معتز على القضاء عادل وبطلب، بس احنا لينا مطالب ان احنا نطلع نشوف ايه التهمه. اشوف ايه التهمه حضرتك كمحامي. كل المحامين كل يوم حضرتك يروحوا، مفيش تصوير قضيه لحد دلوقتي، مش قادرين نعمل استئناف لحد دلوقتي، ما زرناهوش. فانا اعرف الراجل ده متهم ازاي وفي ايه. حضرتك ازاي مرتضى يتحط في بوتقه الناس؟ معلش، اللي وقف وقال عز مزور نظيف كذا، صفوت الشريف وولاده كذا، حضرتك ما ينفعش يتحط مع الناس دي. شعب مصر شعب عظيم. الثوره نادت باشياء، بطلبات عظيمه، وزادت وعلت. يعني انت شايفه في تعسف في الاداء النيابي في النيابه العامه او القضاء مع الاستاذ مرتضى منصور؟ حضرتك انا مش عايزه اسميه كده، بس حضرتك انا لما يكون ليا طلبات، وده ابسط حقوق اي واحد متهم بحاجه، انا بطالب بس بالعداله. بطالب بالعداله، وده حقك وحق اي حد متهم بكل تاكيد. ما حدش يقدر يمنع متهم من حقوقه القانونيه والشرعيه. ارجوك يا استاذ معتز، انا بشكر حضرتك. مرتضى ما يتحسبش مع الناس دي. مرتضى طول عمره بينادي، وحضرتك عارف بينادي بحاجات كلها اللي الثوره قالتها واكتر من الثوره قالتها. احنا كلنا ورا الثوره، احنا كلنا عايزين بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا. وصلت. بنتمنى بس انا يتحقق بس المطالب ليا اللي اقدر اشوف بيها جوزي انا واولادي، اللي المحامين يطلعوا على الاوراق، انه يتعمل له حضرتك الاستئناف بتاعه، وده ابسط حقوق. وصلت رساله حضرتك وندائك، وبشكرك ومعنى ان حضرتك لاول مره تعملي مداخله معناها انكم بالفعل هناك مشكله اجرائيه، بأزعم انها اكيد مش مقصوده، واكيد ان شاء الله تكون في طريقها للحل.